في عالم المعدات الصناعية دايما في تفاصيل صغيرة كده بتفرق جدا وأحيانا بتعمل كوارث. النهاردة هنتكلم عن عدو خفي ممكن يكون سبب أكبر المشاكل اللي بتقابل الطلمبات، ودي مشكلة يعني كل فني صيانة تقريبا عدت عليه. طيب، خلينا نفكر سوا كده بسؤال مباشر. يا ترى إيه هو العدو الأول للطرمبات الصناعية؟ أكيد كل واحد بيشتغل في المجال ده يومياً جات في باله إجابات كتير قوي دلوقتي. بس الحقيقة إن الإجابة غالباً مش هي اللي في بالنا. صدق أو لا تصدق، الكارثة الكبيرة دي كلها سببها حتة صغيرة جداً، جزء صغير لدرجة إن كتير مننا ممكن يتجاهله أصلاً. المشكلة الأكبر، الصداع المزمن لأي فن صيانة، هي التسريب. دي أكتر نقطة ضعف بتتكرر ودايما محتاجة مننا تدخل ومتابعة. وهنا بقى نوصل لقلب الموضوع. السبب رقم واحد والأكثر شيوعاً للتسريب ده هو تلف الميكانيكال سيل. أيوة، الجزء الصغير اللي كنا بنتكلم عنه ده هو المتهم الرئيسي في القصة كلها. طيب، عشان نفهم إزاي بيحصل التلف لازم الأول نفهم هو بيعمل إيه أصلاً. خلينا نعتبره البطل المجهول في القصة دي، الميكانيكال سيل. بكل بساطة، الميكانيكال سيل ده عبارة عن جهاز وظيفته الأساسية إنه يمنع السائل يتسرب من عند عمود الدوران بتاع الطرمبة ويروح ناحية الموتور. هو بالظبط كده زي حارس البوابة اللي بيحمي قلب الطرمبة. فكرة عمله بصراحة عبقرية في بساطتها. الموضوع كله قايم على احتكاك، بس مش أي احتكاك، احتكاك محسوب بالملي بين سطحين ناعمين جدا، ناعمين لدرجة لا تصدق. عشان عملية الإحكام دي تحصل عندنا سطحين، واحد بيلف مع عمود الطلمبة والتاني واقف مكانه ثابت تماما. التلامس المثالي اللي بينهم ده اللي هو على مستوى المايكرو هو اللي بيعمل السد المنيع اللي بيمنع أي تسريب. ممتاز. دلوقتي نيجي للسؤال المهم. لو هو مصمم بالدقة دي كلها، ليه بيبوظ؟ ايه بقى الأخطاء الشائعة اللي حرفياً بتدمره؟ الخطأ رقم واحد، الكارثة الأكبر وبدون أي منافس، هي تشغيل الترومبة على الناشف من غير أي سائل. ودي العملية اللي كلنا عارفينها باسم الدراي رانينج أو التشغيل الجاف. وعلشان نتخيل بس حجم المصيبة دي، كام ثانية، مجرد ثواني معدودة كافية إنها تدمر ميكانيكال سيل لسه جديد لانجنت. ببساطة، من غير السائل اللي بيبرد السطحين دول، الاحتكاك بيولد حرارة رهيبة بتسيح وتمحي الأسطح الناعمة دي في لمح البصر. طبعا ده مش السبب الوحيد، في كمان أسباب تانية مهمة. يعني مثلا لو دخل هوا في السيستم، أو لو حرارة التشغيل نفسها زادت عن اللزوم، ودي بتحصل كتير لو التركيب من الأول كان غلط. كل دي عوامل بتنهي عمر السيل بدري قوي. تمام، يبقى كده عرفنا الأسباب. الخطوة اللي بعد كده والأهم هي إزاي نكتشف المشكلة دي بدري قبل ما تكبر. إيه هي علامات الإنذار اللي لو شفناها لازم نتحرك فوراً؟ بص، في 3 علامات أساسية، 3 علامات خطيرة جدا. لو ظهرت أي واحدة منهم ده معناه إن الميكانيكال سيل في خطر ولازم نتدخل حالا. العلامات دي هي: أول حاجة أي تسريب مهما كان بسيط. تاني حاجة سخونة مش طبيعية في المنطقة اللي حوالين السل. وتالت حاجة لو سمعنا أي صوت احتكاك أو تزييق غريب. أي واحدة من ال3 دول تعتبر جرس إنذار لازم نتعامل معاه فوراً. وهنا خطة الشغل بتبقى واضحة جدا ومباشرة. لو شفنا تسريب أو حسينا بحرارة زيادة أو سمعنا صوت الاحتكاك ده، يبقى الإجراء واحد ومفيش غيره، لازم نكشف على الميكانيكال سيل فوراً بدون أي تأخير. وهنا السرعة مش اختيار، دي ضرورة قصوى. أي تأخير معناه إن الضرر مش هيقف عند السيل وبس، لا، ده هينتشر ويأثر على الطرمبة نفسها، وساعتها الخسارة والتكلفة بتبقى أضعاف مضاعفة. وهي دي خلاصة الموضوع كله. عندنا جزء صغير وثمنه يعتبر ولا حاجة، بيحمي ماكينة ضخمة وغالية جدا، فالإهمال في الجزء الصغير ده عواقبه وخيمة فعلا. وفي الآخر ده السؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه: هل منطقي إننا نتجاهل الجزء الصغير ده ونخاطر بالطرمبة كلها؟ هل المخاطرة دي تستاهل؟